إزاي يتحقق العدل والرحمة؟ تخيل معايا إن أنت شخص وعمل جريمة ومحكوم عليه بالإعدام. لو أنت الجاني فأنت هتطلب الرحمة، بس لو أنت المجني عليه فهتطلب العدل. وهي دي ببساطة قضية الإنسان، إني ببساطة بطالب ربنا بأنه يطبق العدل والرحمة بالطريقة اللي تناسبني أنا، مش بالطريقة اللي تتناسب مع طبيعته. عشان كده مش عارف تقبل للآخر إن الله يحط قانون وينفذه عشان يحل مشكلة البشرية وينقذها من حكم الموت الحتمي اللي واقع عليها. لكن إزاي الله يموت؟ وعندك حق في السؤال ده، يعني إيه الله يموت؟ والإجابة هنا لأنه اللي مات على الصليب كان الله في صورة الإنسان، لأنه المسيح له طبيعتين، طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية. فالمسيح عاش على الأرض طبيعة إنسانية كاملة زي طبيعتنا، وأخذ كل حاجة في طبيعتنا فيما عدا المعصية والذنب. وفي وقت الصلب السيد المسيح اتصلب واتحط عليه كل خطايا البشر اللي أذنبوا بيها في حق الله، وشال هو كل العقاب عن كل إنسان مذنب وعاصي. مكتوب كده إن الكلمة المسيح صار جسدا. الله من محبته ما كانش عايز إن الإنسان يهلك، وعلشان كده المسيح اتصلب، وبكده يكون المسيح وفي المسيح اتحقق العدل والرحمة، لأن نبيه اترحمنا وفي الصليب اتحقق العدل. لكن طبعا دي مش نهاية الحكاية، لأنه الله مستحيل الموت يغلبه. علشان كده بنشوف إن المسيح هو اللي غلب الموت وقام من الموت وانتصر عليه، وبكده يكون اتفتح الباب تاني لكل إنسان إنه يقدر يقترب إلى الله من غير ذنب، من غير معصية، وبدون خوف، لأن الله محبة.